السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن رؤية الكحل في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني ويشترك. الكحل يا جماعة، سواء انت مكحلة عينيكي والكحل جميل في عينيك، فده حاجة كويسة في عيشتك واستقرار في عيشتك وتظبيط في امورك، ويعني انت بتصلي وقريبة من ربنا، لان الكحل دليل برضك على الدين. تمام. لو شفت نفسك ان الكحل سايح في عينيك او ملخبط وشك، فده امور مش متظبطة عندك، او داخلة على مشاكل، او في هم او في دين، فده بتبقى رؤية غير مستحبة. لو انت غسلتي بقى وغسلتي وشك بقى نضيف ان شاء الله، ده زوال الهم والمشاكل من اللي انت شلتيه من وشك. تمام. لو طالب وطالبة شافوا انهم بيحطوا كحل في عينيهم وعينيهم جميلة، ده نجاحهم وتفوقهم في دراستهم. لو البنت العزباء شافت انها بتتكحل والكحل جميل في عينيها، فده ان شاء الله خطوبة قريبة او زواج قريب جدا، وهيكون واحد تقي وبتاع ربنا، ويكون يعني قريب من ربنا. طيب، لو ست شافت ان حد بيحط لها كحل في عينيها او بيرسم لها عينيها والكحل جميل في عينيها، وهي عندها بنت على وش جواز، ان شاء الله باذن الله تكون بنتها دي بشرى لها ان بنتها تتخطب او تتجوز قريب. طب لو ما عندهاش بنت او حد على وش جواز، ان شاء الله باذن الله هتكون دي بشارة بحج او عمرة، لان هي هتروح تملى عينيها بزيارة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام او بالكعبة، فدي بشارة لها بالحج او بعمرة، والله اعلى واعلم. تمام يا جماعة. طب لو شفت ان انت مكحلة حواجبك بقى ورموشك، ده بتبقى عيشتك جميلة، وتبقى شخص يعني حاجة جميلة داخلة عليك، وفرحة ومناسبة وحاجات جميلة داخلة عليكي، والله اعلى واعلم. ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.